السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يجعله عيد هنا وسعد وبركه وسعاده وفرح عليكم اجمعين وعلى كل حبايبكم وعلى كل المسلمين. ربنا ينصر اهلنا في غزه ويفك الكرب وييسر الامور ويصلح الحال ويرجع حبايبنا الحجاج سالمين غانمين لاهليهم يا رب العالمين. النهارده شفنا احتفال جميل ولائق بكفر جمعه. شفت فيديو حاجه تسلج الصدر، حاجه تدعو للفخر، حاجه جميله. شباب كويس بيوزع حاجات كويسه على الناس، اطفال مبسوطه، اطفال شاركت من امبارح في البلالين وفي الزينه وفي الفرح. ناس شاركت بكل جهدها متطوعه لخدمه الكفر ولخدمه الاطفال ولخدمه الناس، وده شيء مش جديد علينا. كلنا وقفنا وقفه كويسه، حاجه جميله، حاجه تدعو للفخر. مكان كويس، مكان نظيف، مكان لائق يليق بينا كاهالي بلده كفر جمعه. مبسوط جدا وسعيد بكل الناس اللي وقفت، مبسوط جدا وسعيد بكل الناس اللي شاركت، سواء كانوا أطفال أو سواء كانوا كبار بنتعلم منهم أو شباب محتاجينهم في المرحلة دي والمرحلة اللي جاية إن شاء الله بأمر الله. مبسوط جدا ان انا شفت الجمع الجميل، كان نفسي نكون موجودين معاكم. مبسوط جدا ان انا شفت اخواتنا المغتربين اللي بندعو لهم وبندعو لنفسنا ان احنا ان شاء الله ربنا يجمعنا على خير وييسر لنا الامور ويصلح لنا الحال. كان نفسي اكون معاكم والله واشارككم الفرحه، ولكن قلبي معاكم. ما شاء الله تبارك الله، حاجه جميله، حاجه تدعو للفخر، حاجه مبهجه. وانا اتبسطت جدا بصراحه بالتنظيم، واتبسطت بالناس الكويسه وبالناس الجميله وبالشكل اللائق وبالمنظر الجميل. بشكر كل الشباب، بشكر كل الاطفال، بشكر كل الناس. وجود الشيخ ابراهيم عزب ووجود الشيخ فتحي تاج على راسنا طبعا. ما شاء الله تبارك الله، حاجه جميله وحاجه تدعو للفخر. والحاجه الحلوه دايما بنقول عليها حاجه حلوه. الناس المغتربين اللي انا شفتهم النهارده اللي احنا بندعو لهم، لازم كل واحد فينا يدعو للناس المغتربه دي، الناس اللي شايله بيوت، والناس اللي بتدعم اقتصاد بلدها، والناس اللي واقفه جنب بلدها، والناس اللي واقفه جنب بيوتها، والناس اللي ما شاء الله تبارك الله ربنا يا رب يديهم الصحه ويديهم العافيه ويعينهم على غربتهم. وانا منهم. بتمنى ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يا رب يعيننا ويقوينا على غربتنا ويجعلنا دايما سند للبلد، ويجعلنا دايما سند لاهالينا، ويجعلنا دايما في ظهر بلدنا. ويا رب انا مبسوط وسعيد وبوصل لكم سعادتي. وفي الايام المباركه دي يعني انا بتاسف لاي حد ممكن يكون اساء فهم كلامي في يوم من الايام. بتاسف لاي حد ممكن اكون قصرت في حقه، سواء بالاتصال او بالسؤال او باي حاجه. ولو انا قصرت انت اسال وتواصل معايا. بتاسف لاي حد ممكن يكون اساء فهم اي كلمه انا قلتها. بتاسف لاي واحد ممكن اكون انا مقصر معاه، او ممكن يكون في حصل اي حاجه. انا بحب الناس كلها وبعز الناس كلها، وبعتذر لاي حد تاني وتالت ورابع في الايام المباركه دي. وممكن اكون مقصر في بعض الاوقات، سامحوني على تقصيري. ومبسوط وسعيد جدا وفرحان، ومش قادر اقول لكم مدى سعادتي بالمنظر الجميل اللي تم النهارده. شكرا ليكم، شكرا ليكم ان انتوا فرحتونا وفرحتوا اولادنا. شكرا ليكم ان انتوا عملتوا شيء لائق لنسائنا واولادنا. شكرا ليكم ان انتوا دايما سند لينا. شكرا جزيلا من القلب لكل واحد ساهم في حاجه زي كده. شكرا جزيلا لكل واحد وقف جنب الكفر في محنه. شكرا لكل واحد ساهم، حتى لو بالسكوت او لو حتى بالكلمه او حتى بإيماءة او حتى بابتسامه. شكرا ليكم، وسامحوني وتقبلوا عذري لو في تقصير في اي حاجه. وانا بحب الجميع وبعز الجميع وبحبكم جميعا، وحبيت اعمل الفيديو ده علشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وبدعو لكل مريض، ربنا يا رب يشفي امراضنا ومرضى المسلمين، ويحفظ ولادنا ويحفظ اولادكم اجمعين، ويجعلنا دايما سند لبعض.
وحبايبنا المغتربين ربنا يا رب يعينهم ويقويهم ويقف جنبهم ويبقوا دايما سند لبعض. ربنا يا رب يحفظ بلدنا ويحفظ أمتنا، وكل سنة وانتم طيبين ومبسوط وسعيد. مش قادر أقول لكم قد إيه من هنا لحد عندكم. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب السنة الجاية إن شاء الله نكون متجمعين ونكون زايدين مش ناقصين، ويبارك فيكم أجمعين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.